والله يا جماعة النهارده بالصدفة شفت كده حد ناشر منشور على إحدى الجروبات بيشكي فيه من مشكلة. هو تقريبا دي مش مشكلة، مش مشكلة فردية، هي أصبحت ظاهرة. إيه المشكلة دي؟ المشكلة إن هو صاحبنا ده اتفاجئ إن ابنه اللي عنده 15 سنة بيشاهد حاجات مش كويسة على موبايله. فطبعا أخذ الموبايل بتاعه، نهر ابنه وشتمه وكده. فأنا بصراحة لما شفت المنشور ده علقت، قلت له لا، تصرفك ده كان تصرف خاطئ. التصرف الصح اللي انت تحتوي ابنك، تحتويه وتصاحبه، تبقى صديقه وتحسسه ان ده حرب وانت هتخوضها معاه حرفيا. تخش معاه كده، ولان معاك في الحرب دي وبعضينا هتقدر تتغلب على عدوك ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، التصرف الصح كمان ان اوضع له برنامج متكامل، برنامج تعبدي، رياضي، ترفيهي، اجتماعي. لان العدو ده لو اتمكن من ابنك هيفتك بيه حرفيا. فانت اولا تكون بالنسبه له كصاحب وصديق، كمان هتساعده من خلال البرامج التعبديه والرياضيه والاجتماعيه والترفيهيه. ودعمك ليه، مساعدتك ليه، اكبر اداه واكبر اليه هيقدر من خلالها يقضي على هذا العدو. ربنا سبحانه وتعالى يربي لنا اولادنا فانا لا نحسن التربيه. فطبعا المعصوم من عصمه الله. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم.